أروخو يبعد برشلونة عن الأزمات قبل الكلاسيكو. حل بلجيكي لأزمة الظهير الأيمن في برشلونة. تشافي يوضح أكثر ما يقلق برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو. أروخو يبعد برشلونة عن الأزمات قبل الكلاسيكو. أبعد رولاند أروخو مدافع برشلونة فريقه عن فكرة الدخول في أزمات النتائج بعد تعرض الفريق للخسارة في آخر مباراتين قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية مساء الخميس المقبل. وتلقى البارسا الخسارة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بالسقوط في ميدان ألميريا بهدف دون رد. وجاءت هذه الهزيمة بعد خسارة الفريق في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف وخروجه من الدور الإقصائي لمسابقة الدوري الأوروبي. وقال أروخو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء: نحن على ما يرام في برشلونة نحن مثل العائلة، كلنا قريبون من بعضنا البعض. نعم، الفريق تعرض للخسارة في آخر مباراتين ولكننا أقوياء ونبقى فريقا جيدا يعرف إمكانية بصورة جيدة. وأضاف المدافع الأوروغواياني: يجب أن نستفيق وأن نطوي صفحة الخسارة في الفترة الماضية بأقصى سرعة ممكنة. الموسم ما زال طويلا ونحن ما زلنا في صدارة جدول ترتيب الليغا. وواصل أروخو حديثه: الكلاسيكو مباراة مميزة دوما يرغب الكل في خوضها. ريال مدريد خصم مميز ويملك لاعبين ذوي جودة عالية، وعن نفسنا نحن مستعدون لخوض اللقاء ولدينا ثقة بأنفسنا وأظهرنا بالفعل ما يمكننا فعله في المباريات الكبرى. حل بلجيكي لأزمة الظهير الأيمن في برشلونة. يواصل برشلونة جهوده لتدعيم مركز الظهير الأيمن لزيادة الخيارات المتاحة أمام المدرب تشافي هرنانديز. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا، فإن برشلونة يواصل مراقبة موقف الظهير الأيمن البلجيكي لنادي بروسيا دورتموند توماس مونيه. ولفت التقرير إلى أن برشلونة أبدى اهتماما بخدمات الظهير الفرنسي بنيامين بافارد، ولكن يبدو أنه في طريقه لتوقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ. وأشار التقرير إلى أن برشلونة يركز اهتمامه حاليا على توماس مونيه، ويظل اسمه كهدف لمتصدر الليغا خلال الميركاتو الصيفي. وتأمل إدارة برشلونة أن تنجح في التعاقد مع ظهير أيمن جديد قادر على الاستمرار لمدة تزيد عن موسمين مع الفريق. ويبلغ مونيه من العمر 31 عاما ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وينتهي تعاقده مع دورتموند في يونيو 2024. وكان قد انتقل لفريقه الحالي دورتموند في 2020 قادما من باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان فريقه في 74 مباراة سجل فيهم 3 أهداف وصنع 8 أهداف. ويملك في رصيده الدولي 62 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل فيهم 8 أهداف. تشافي يوضح أكثر ما يقلق برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو. تحدث تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد. وأكد في حديثه أن الميلينغي صاحب الحظوظ الأفضل في تلك المواجهة. قدم تشافي احترافا كبيرا لفريق ريال مدريد، وقال في المؤتمر الصحفي إنه نصف نهائي الكأس، بالإضافة إلى أنها مباراة كلاسيكو. ريال مدريد المرشح الأوفر حظا لأنه بطل دوري أبطال أوروبا والليغا، وبغض النظر عن مباراة كأس سوبر فإنه يعيش وقت جيد ولذلك فهو المفضل في تلك المباراة. وقال عن اللعب في البرنابيو: سيكون أمرا جيدا بالنسبة لنا لكي نكسب الثقة. ريال مدريد فريق قوي جدا ويلعب في ملعبه ولكننا سنحاول السيطرة على المباراة. وعن التوتر بعد الخسارة من ألميريا في الدوري الإسباني قال مدرب البارسا: هذا ليفاجئني وعادة ليؤثر علي، أنا قلق من أن يؤثر ذلك على اللاعبين. وعن أبرز مزايا ريال مدريد وما يقلقه قال: إن ريال مدريد منافس صعب، في بعض الأحيان لا يسيطرون على المباراة ولكن مع انتقال ولمستين يمكنهم أن يصلوا إلى المرمى. اختتم تشافي: إنه خصم صعب، لقد كنا جيدين أمامهم في مباراة كأس سوبر ولكنها منافسة مختلفة، كل شيء سيتقرر في مباراة العودة في الكامب نو وسنخرج للفوز وإظهار شخصيتنا، إنها فرصة للفوز بلقب آخر.